السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله النهاردة عندنا أفكار حلوة جدا من إعادة تدوير أي ملابس قديمة متوفرة عندنا. فيلا بينا كده نسمي الله ونبدأ الفيديو مع بعض. الفكرة الأولى معايا، أنا جبت معايا ورقة من كراسة، ورقة مفرد، طبقتها بالطول، وبعد كده طبقت الطول دوت مرة كمان، يعني خليتها 4 طبقات. رجعت أفرد الورقة كده وخليت الناحية المتطبقة من الاتجاه بتاعي، وبعد كده بدأت أجيب القلم وهمشي كده من طرف الورقة للطرف المكان اللي أنا طبقته، وهاخد من طرف المكان اللي أنا طبقته لطرف الورقة التاني. اداني الشكل اللي احنا شفناه ده. بعد كده بدأت ان انا اقصه عشان هو دوت الباترون اللي انا هشتغل بيه. هجيب بقى معايا دلوقتي ايه عندي دوت اللي انا هستخدمه في الفكرة بتاعتي، ده تيشيرت قديم متوفر عندي. انا بصراحة مش حابة افرط في اي حاجة منه، فجبت معايا كده بدأت ان انا افك الاوفر بتاعه عشان يفضل سليم ومرميش منه اي حاجة. خدت كده ده كم اللي انا شغالة عليه دلوقتي، فتحته كده وفردته، وبعد كده حطيت عليه الباترون، وبعد كده بدأت ان انا احدد كده بالقلم الرصاص. قصيت معايا 4 أجزاء، وهم دولت اللي أنا محتاجاهم. أهم حاجة يكونوا قد بعض بالظبط. بعد كده بدأت إن أنا آخد 2 وأحطهم على بعض، بس بالمقلوب، يعني خلي قلبة القماش اتجاهي. وبدأت إن أنا أخيط. هعمل الأول غرزة، وبعد كده أخيط خياطة عادية خالص كده زي ما احنا هنشوف أنا هعمل إيه. لو عندنا مكنة خياطة يبقى حلو جدا نقدر نخيط عليها. أنا بس بوري حضراتكم إن احنا نقدر نعملها بإيدي عادي خالص، يعني مش محتاجة مكنة، بس لو متوفر دي هتوفر عليكي كتير في الوقت. خيطت كده الاتجاه بالطريقة دي. تمام. وبعد كده كررت الخطوة دي برضو في الاتنين التانيين. هابتدي كده دلوقتي اعدلهم، انا بس بوري ما شاء الله حضراتكم الخياطة مش باينة خالص وطالعة معايا مظبوط. اهم حاجة الغرزة بتاعتي تبقى ضيقة عشان خاطر ما يبقاش فيه اي فراغات. حطيت كده الاتنين قصاد بعض. وبعد كده هبتدي ان انا اخيطهم في بعض عشان ابتدي ان انا اقفل كل الفكرة بتاعتي. النهاردة إن شاء الله عندنا أفكار حلوة جدا واستغلال ممتاز جدا جدا لأي ملابس قديمة موجودة عندنا. أنا كده خلصت كل الخياطة وسبت آخر واحدة، يعني خيطتها لنصها. وبعد كده ابتديت إن أنا أقلب الكورة اللي أنا عاملاها دي، يعني هي شبه الكورة شوية، وعدلتها بالطريقة دي عشان الخياطة تبقى من جوه. بدأت أجيب معايا فايبر وهحشي بيه الجزء اللي أنا عملته في الفكرة بتاعتي، يعتبر ده أساس الفكرة اللي أنا بعملها. نملاها كويس عشان تبقى معاكم حلوة كده وشكلها باين. هابتدي أعمل إيه، هابتدي أدخّل الإبرة من القماش من جوّه، وهامشّي الإبرة عكس بعضها كده، مرّة في القماش دوّة، مرّة في الاتجاه ده، ومرّة في الاتجاه ده، لحد ما أبتدي أخلّص الجزء بتاعي ده كلّه. أنا باعمل كده عشان برضه تبقى الخياطة نفس الطريقة اللي أنا خيّطت بيها، وتبقى ماشية معاكم كلّها جزء واحد وما تبقاش باينة معاكم خالص. تمام. خلّصت بالطريقة دي، وهنبتدي برضه نقفل بقى الإبرة كده بكام غُرزة عشان تبقى مضبوطة كده ما شاء الله معايا. وبعد كده بدأت إن أنا أضبطها، ادّاني الشكل ده. جِبت معايا ورقة 5 سنتي والطول 8 سنتي، هابدأ أرسم عليها شكل، يعني مدّيني شكل كده شبه قطرة الماء شوية، وهابتدي إن أنا أقصّه، باعمل برضه لنفسي باترون عشان أقصّه وأرسمه على القماش وأقصّه. أنا دايمًا باحب إن أنا أعمل لنفسي باترون أمشي عليه، خصوصًا لمّا باكون باعمل كذا حاجة، يعني باعمل كذا جزء. فالأفضل إن إحنا نعمل لنفسنا باترون عشان تبقى كل الأجزاء جزء واحد أو مقاس واحد. رسمناها على القماش وخيطناها زي ما إحنا شُفنا، وبعد كده بدأت إن أنا أعدلها، سِبت منها جزء برضه صغير كده عشان أقدر إن أنا أدخّل منه الفايبر. خلّصت ادّاني ما شاء الله المنظر اللي إحنا شُفناه ده. أنا هاحتاج من الشكل دوّة معايا 8 أجزاء. هابتدي إن أنا ألزقهم جنب بعض. ممكن لو أنا حابة أخيّطهم ممكن جدًا برضه. هنبتدي إن إحنا نخيّط كل 2 في قلب بعض، بس هيمشي بالسيليكون وهيمشي بالإبرة والخيط اللي أنتِ عايزاه. وهالزق الأول كل 2 جنب بعض، وبعد كده هالزق كل 2، يعني هامشي كل 2 جنب بعض برضه. تمام كده الأفضل، يعني عشان تطلع معاكم الشكل مضبوط. ادّاني منظر الوردة اللي إحنا شُفناها دي كده، يعني دي كده عندي فكرة لوحدها. جِبت معايا دايرة كده صغيّرة، يعني دي في حدود 8 سنتي أو 10 سنتي عشان أقفّل بيها القاعدة بتاعة الوردة. ادّاني الشكل ده. بعد كده جِبت عندي قطعة من القماش، قطعة القماش دي 6 سنتي والطول بتاعها 11 سنتي.
طبقتها 2 بالطول، وابتديت برضو اخيطها من كل الجوانب بتاعتها وحشيتها فايبر. وبعد كده هبتدي ان انا اخيط من النص زي ما احنا حضراتكم شايفين، عشان انا بعمل فيونكة تكون منجدة او فيونكة تكون مجسمة. وبدأت كده بعد ما حددت الشكل بتاعي، جبت معايا عود كده زي عود، ده عود عواد بيض اللي هو القطيفة، حددت بيه الفيونكة اللي انا عاملاها. بدأت ان انا بقى احط سيليكون على الجسم الاساسي للفكرة اللي انا بعملها، وبدأت ان انا اثبتها في الوردة اللي عملناها. اهم حاجة هنا احط نسبة سيليكون كويسة وتكون كتيرة، يعني عشان تكفي، ويكون سخن برضو عشان تبقى معاكم الفكرة تمام. ولزقنا الفيونكة زي ما احنا شفنا. جبت بعد كده جزء صغير، يعني ده 1 سنتي والطول 6 سنتي، بدأت ان انا اطبقه 2 على بعض ولزقتهم بالطريقة دي. جبت بعد كده معايا دايرة صغيرة كده كده من الفوم، وبدأت ان انا ألزقها حوالين قطعة القماش. عندي نضارة برضو عاملاها من الفوم، وده الباترون بتاعها عشان لو احنا حابين نعمل لها اسكرين. واحنا هنا زي ما اتعودنا انا برسم اي رسمة بالقلم الرصاص، وبعد كده بحطها على الفوم بالمقلوب واضغط عليها، وبعد كده بقصها. عندي دايرتين من الفوم، الدايرتين دول خدت مقاساتهم بغطا ازازة حاجة ساقعة، حطيتهم على المكوة عشان يدوني الشكل اللي احنا شفناه ده، يعني يدوني شبه النص كورة كده شوية. خدت بقى النضارة وبوزع عليها سيليكون، وهبتدي ان انا اثبتها في المكان بتاعها المظبوط. انا الشكل اللي انا بعمله دوت يعني شكل اخطبوط، بس كيوت ولذيذ جدا، وهيفرحوا بيه الكبار صدقوني، والصغار كمان. وكمان الشغل فيه ممتع جدا جدا صدقوني، فان شاء الله يعجب حضراتكم. لزقنا كده النضارة ولزقت العيون، وهنلزق الأنف، الضحكة بتاعته أو البق بتاعه، وبدأت إن أنا ألزقه بالشكل ده. هحط على النضارة كده فصين استراس بساط. أنا تقريبا كده خلصت الفكرة بتاعتي. فما شاء الله استغلينا تيشيرت قديم كان متوفر عندنا مركون، لا عملنا منه حاجة تحفة جدا وقيمة جدا، وكمان هدية مميزة. والشغل فيها مسلي. اتمنى بجد تكون عجبتكم. هي لطيفة، ويعني ده شكل الاخطبوط بس كيوت جدا. وده كمان المجسم الصغير منه، انا كنت عاملاه من فترة بكل تفاصيله برضو في الفيديو. فبس كده دي كانت فكرتي، فيا رب بجد اتمنى تكون عجبتكم، تقدروا تنفذوها بكل سهولة بأي لون انتوا تحبوه. ولو عجبتكم اتمنى ما تنسوش اختكم باللايك والشير عشان الفيديو يوصل لعدد اكبر من الناس. يلا بينا نشوف مع بعض الفكرة التانية. الفكرة التانية انا هحتاج فيها علبة. عندي علبة كده بحجم كويس، ابتديت ان انا اخدها وهقص منها الاطراف بتاعتها. هاجي دلوقتي كده خدت جنب من الجوانب هقص منه مسافة نص 1 سنتي ارتفاع. تمام. معايا 4 أجزاء من الكرتون بنفس حجم الجوانب العلبة بتاعتي، مغلفاهم بورق الكرافت. بعد كده وزعت عليهم معايا سيليكون، يا إما أوزع غيرها مفيش مشكلة، وهلزق الجوانب بتاعتي. أنا الكرتونة بتاعتي ضعيفة شو يعني مش قوية قوي، فعملت الخطوة دي عشان تبقى قوية معايا. غلفتها كده يعتبر من جوه. جبت معايا الغطا بتاع العلبة اللي قصيناه، ركبته او لزقته على قاعدة العلبة عشان برضو تبقى قوية معايا. عندي هنا شكل كده زي رسمة بيضاوية كده، وبدأت ان انا احددها بالقلم، وبعد كده بدأت ان انا اقصها او افرغها بالقطر. جبت معايا هنا اللزق، بنقفل كده اطراف الكرتون اللي باينة دي، مش عايزاها تكون باينة معايا عشان بس يبقى شكلها حلو. فهبتدي ان انا الزق بقطعة لزق. بعد كده هبتدي ان انا اجيب معايا اجزاء او اعواد خشبية. الاعواد دي انا قصت الاطراف بتاعتها بس. وبعد كده بدأت ان انا احط كده في جنب الخشب او جنب عود الخشب لو لاحظنا اللزق، وبلزقه في العلبة من الجنب بالطريقة اللي احنا شفناها دي. لزقت الجنب اليمين والجنب الشمال، ولزقت الاتجاه التالت من العلبة. كل ده بناخد المقاسات طبعا قبل ما بنلزق. وبالنسبة للجزء اللي احنا قصينا منه نص 1 سنتي ده مش هحط فيه اي حاجة. جبت معايا قطعة كرتون برضو على قد المربع بتاع العلبة، يعني على قد الأضلع بتاعة العلبة. وبعد كده بدأت ان انا افرغ فيها زي جزء صغير كده زي ما احنا شفنا بالطريقة دي. جبت عندي ورق كرافت، وهبتدي ان انا اغلف قطعة الكرتون دي معاكم عشان انا ما غلفتش في اول الفيديو، فحبيت ان انا اوريكم انا بغلف ازاي. وزعت غيرة، وكل اللي انا التغليف بتاعي بستخدم فيه الغيرة.
قفلت كده كل العلبة او كل قصدي قطعة الكرتون بتاعتي عشان تبقى كلها ماشية ايه حاجة واحدة. وطبعا يفضل ان انا لو استخدمت الغرة بسيب الحاجة اللي انا مغلفاها بالغرة لتاني يوم عشان تمسك نفسها كويس وتبقى تمام. بقت معايا بالطريقة دي. جبت عندي هنا انا هستخدم لزق الدبل فيس، بما ان انا هستخدم عندي قماش او بواقي قماش متوفر عندي، وهلزق او اغلف بيه العلبة اللي انا شغالة عليها، فالافضل ان انا استخدم لزق دبل فيس. ليه؟ عشان خاطر ان انا هغلف الفكرة بتاعتي بقماش، فانا مش حابة احط سيليكون والسيليكون يبقى عامل زي محبب كده، فلما نيجي نلزق قطعة القماش نلاقيه شكله مش لطيف ومكان السيليكون في القماش باين. فانا حبيت ان انا استخدم لزق الدبل فيس، نضيف جدا في الشغل. بدأت ان انا اجيب معايا كده القماش بقى اللي انا هستخدمه واغلف فيه علبة بتاعتي كده من فوق، وسايبة مسافة حوالي بس 1 سنتي زيادة عشان ابتدي ان انا الزقها على الجوانب بالطريقة دي. قصيت الزوايا وبعد كده بدأت ان انا انزل على الجوانب. هاجي بقى اول حاجة اعملها افرغ كده الشكل اللي احنا عملناه، بس هنشوف لو احنا لاحظنا انا سايبة مسافات بسيطة جدا من الاجزاء الصغيرة بتاعة القماش علشان ان انا الزقها على او اغطي بيها الجزء اللي انا مفرغاه ده. جبت كمان اللزق بتاعي اللي هو برضو الدبل فيس وبدأت ان انا الفه كده على العلبة بتاعتي. عملت 3 صفوف بس، مش محتاجة اكتر من كده. لما اجي بقى اشيله انا مش هشيل اللزق كله مره واحده، كل اللي انا هعمله هبتدي ان انا اشيل جزء، وهبتدي ان انا اثبت بقى قطعه القماش بتاعتي والزق واضغط بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. انا هنا بعمل كده عشان انا لو لا شلت اللزق الدبل فيس مره واحده ممكن العلبه او القماش يلزق منكم ويتلخبط معاكم، فالافضل ان احنا نمشي خطوه خطوه. وقطعة القماش برضو يفضل على حسب حجم العلبة اللي احنا شغالين عليها بناخد مقاسها الأول قبل ما نبتدي نلزق. وزي ما احنا كده شايفين ما شاء الله كل حاجة ماشية بسلاسة وكل حاجة ماشية مظبوطة. أهم حاجة ان احنا نمشي خطوة خطوة هتلاقي كل حاجة تمام معاكم ان شاء الله. خلصت كده وما شاء الله زي ما احنا شايفين القماش طالع مظبوط وملزوق كويس. هاجي بقى في الطرف بتاع قطعة القماش او نهاية القماش هوزع كده شوية سيليكون بشويش كده، يعني مش كتير، وهبتدي ان انا افردهم بالمسدس، وبعد كده ببتدي الزق واضغط عليهم عشان يتفردوا معايا. وهقص طبعا كل الزيادة اللي باقية معايا من القماش بالنسبة للجزء اللي فوق، انما الجزء اللي تحت انا الزيادة اللي طلعت دي هبتدي اغطيها كده على اوتني الاطراف بتاعتها عشان منظر القماش في الفكرة يطلع معايا مظبوط. انا بعمل ان شاء الله بوكس مناديل او فكرة كده ما شاء الله فكرتها هايلة وتحفة جدا. عندي هنا برضو الاعواد الخشبية، جبت كده خدت معايا مسافة 6 سنتي وخدت مسافة 4 سنتي. كل اللي انا هعمله هقص الاجزاء دي، والجزء اللي هيطلع او الاجزاء اللي هتطلع زيادة من العود الخشب دي بنحتفظ بيها وبنشيلها، تنفعنا في اي فكرة تاني. هاخد بقى الاعواد الخشبية دي وهبتدي ان انا الزقها جنب بعض، مرة واحد كبير ومرة واحد صغير، مرة واحد كبير ومرة واحد صغير زي ما احنا عايزين. يعني احنا ممكن نعمل الاعواد دي بالمسافات اللي احنا حبينا، يعني مثلا 6 سنتي و8 سنتي زي ما انتوا عايزين. بدأت ان انا بقى كده امشي واحدة واحدة، ولو لاحظنا يعني بحط السيليكون بس ما مش بكتر قوي عشان ما يبقاش يطلع معايا ما بين الخشب كده وشكله ما يبقاش حلو. ولو في او مثلا تصادف ان طلع معايا سيليكون زيادة ببتدي ان انا اشيله واحدة واحدة كده او اول باول وانا شغالة عشان ما ينشفش ويبقى شكله مش تمام. خلصت كده ما شاء الله ولفيت الداير بتاع العلبة او البوكس كله. ما شاء الله ما خدش معايا على فكرة، يعتبر حاجات بسيطة جدا. والاعواد اللي انا مستخدماها دي اعواد الايس كريم مش الاعواد الخافض اللسان، في فرق بين الاتنين. الفرق بين ده وبين ده بتاع الايس كريم بيبقى رفيع زي ما احنا شفنا، وبتاع خافض اللسان بيبقى عريض. هاجي هنا دلوقتي بدأت ان انا اجيب معايا بقى شرايط اللي هفنش بيها. ده عندي خيط مكرمية بدأت احدد بيه الفكرة بتاعتي من فوق كده ومن تحت. انا حبيت ان انا ادخل اللون الذهبي مع اللون الاحمر والخشب اللي انا مستخدماه ده عشان يبقى يعني ده الالوان اللي انا حبيتها مع بعضها. طبعا هنا نقدر ننسق الالوان حسب القماش وحسب الحاجة اللي انا هستخدمها.
بعد كده بدأت إن أنا أجيب شريط كمان كده ما شاء الله يعني شكله لذيذ وحلو كده، برضه لونه دهبي، هو ده اللي هيخلّي لي منظر العلبة في حتة تاني. حددت بيه كده الدوران بتاعي لفوق، وبدأت إن أنا ألِف عليه برضه على العلبة كده، حوالين العلبة برضه من فوق، أنا هاكتفي بكده بس مش هاحط حاجة تاني على فكرة. دي باقات صغيرة جدًا من الورد، عاملاها من الفوم، وبدأت إن أنا كده هاحط في الأطراف ما بين أو حوالين الشكل اللي إحنا فرّغناه. معايا كده ما شاء الله ده الشكل اللي إحنا خلّصناه. هنجيب بقى الغطا بتاع العلبة، أنا عاملة كده زي فكرة درج أقدر أفتح وأقفل منه العلبة بتاعة المناديل بكل سهولة، عشان أحط فيها المناديل وأقدر أشيل زي ما أنا عايزة. ده كده الشكل النهائي بتاعها، حاجة شياكة جدًا، عملناها برضه من بواقي القماش أو من قماش تيشيرت قديم، حسب القماش اللي أنتِ عايزة تستخدميه. وده الشكل النهائي بتاعها، يعني حاجة قيّمة تنفعنا جدًا برضه في العيد، في أي وقت، في أي مكان زي ما إحنا عايزين، ونقدر نعملها بأي حجم إحنا نفضّله. بجد أتمنى تكون الأفكار عجبتكم النهارده، وأتمنى يكون يعني سامحوني لو كنت طوّلت عليكم، بس الأفكار كان فيها تفاصيل كتير وكنت حابة إن أنا أقول لكم عليها، وأتمنى ما تنسوناش باللايك والشير. باحبكم في الله، وكل عام وحضراتكم بألف خير. شكرًا جدًا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.